قلت لأمي محمد الحلبوسي هو وزوجته راحوا للعمرة، تقول لي الله يجعلهم. فمحمد الحلبوسي ونوار عاصم راحوا يعمرون بيوم واحد برمضان. مرحبا متابعيني جديد بالقناة، خلي لايك واشتراك وفعل الجرس حتى يوصلك كل جديد. تشوفون الفيديو قدامكم محمد الحلبوسي وزوجته نوار عاصم، مقدمة قناة الشرقية، سابقا صاحبة مؤسسة الحلم، حاليا أحيوا أو أدوا مناسك العمرة بيوم واحد، راحوا بالطيارة الخاصة. وتشوفون الحرس والشرطة اللي محاوطتهم، أو ما ذكرت كلمة ثانية شنو صراحة، مطوقتهم ذكرتها. فالناس انتقدت هذا الفيديو هواي، قالوا انه انت رايح لبيت الله، بيت الله، وخليكم حراسة وحماية على شنو واحد يؤدي المناسك باحترام وبدون انه الجماعة اللي وراه اللي لابسين قوط وما اعرف ايش، ليش هل نضايق الناس كلها هناك؟ فبرأيكم هل انه فعلا يستحق هذا الموقف بيت الله انه اخلي حماية وحرس وشرطة تحير بيه، لو اروح هاي حال الناس العادية بلا طيارة خاصة واتعب واتعنى حتى احصل الاجر؟ رأيكم أكيد الأول والأخير.